بتبدأ الحلقة بموجين وهو واقف قدام الأتوبيس، فبيركب بقى بيلاقي جنرال جوه، فبيقول له قول لي بقى، أنا ساعدت أشباح كتير، ليه كل شوية بتحاول تقتلني؟ فبيقول له ده أنا اللي بنقذك. السواق هو اللي نام عشان ليه استراحة ربع ساعة كل ساعتين وأصلا مش بياخدها. فبيقوله لو عايز تعاقبني قولي على الأقل أعرف السبب إيه. فبيقوله فكر شوية وبيختفي. موجين بيرجع والسواق بيعتذر له، فبيقوله الغلط مش غلطك، ده غلط النظام، وبيمشي. بيروح على بيت أهله وبيلاقي أخوه، وبيطلع إن أبوه مكلمهم هما الاتنين عشان شايف إن أمهم بتتصرف بغرابة وبتتشيك كل سبت وتخرج، وهو مش فاهم هي بتروح فين. وبيلاقي كلبة صغيرة بيلعب معاها، وأخوه بيخرج وبيسيب. أمه بترجع من بره والكلبة بتروح للست اللي جاية معاها، فبيرحب بيها. فأمه بتقوله أنت بترحب بمين؟ وبتطلع شبح. فموجين بيقعد معاها عشان تقوله ايه اللي حصل لها، فما بترضاش تتكلم. فبيستشف ان الكلبة دي بتاعتها، وامه بتدخل عليه فجأة وبتقوله انت بتكلم مين، تعالى عشان تاكل. فبيغرفوا الاطباق ويطلعوا. فبيسألها لو تعرف حد مات قريب، فبتقوله زميلتي يونج سو. فبيقول لها قصيرة كده وشعرها قصير وعندها حسنة جنب مناخيرها. فبتقوله ايه ده عرفت منين؟ فبيقول لها ما انت كده يا ماما، كلكم في السن ده شبه بعض. فبيسألها لو اتعرضت لحادثة في الجامعة ولا حاجة، فبتقوله إنها ماتت بسكتة قلبية، غابت يومين عن الشغل وما كانتش بترد. فرحت أشوفها لقيتها ماتت على مكتبها والكلبة كانت جنبها، فخدتها أربيها. تاني يوم بيشوف أمه وهي متشيكة وحاطة ميك اب وخارجة، فبيروح وراها وواحد بينده عليها وبيمشوا مع بعض، بس ناس تاني كتير بينادوا عليها وبيمشوا كلهم مع بعض على الجامعة. فالمدير بيقول له واحدة جاية ايه ده، هو انا مش قلت نيجي بهدوم رسمية؟ ايه البقعة دي؟ وكمان في زرار ناقص. فبتعتذر له وبيدخلوا القاعة وبيبقى عندهم امتحان. ففي واحدة بتقول للمدير ان زميلتهم جوزها تعب امبارح فسهرت معاه، فهي هتيجي النهاردة متأخر شوية. فبيقول لها اي حد يغيب او يتأخر ايا كان السبب ملوش شغل هنا. وبيبقى اول سؤال اكتب اسم الجامعة بالانجليزي، والسؤال التاني بيبقى اختصار لجملة بالانجليزي عايزينها مكتوبة، والسؤال التالت بيدوهم جملة صيني وعايزينها كوري. وكلهم بيبقوا متوترين، ويونج سوك بتلمس موجين، فبيشوف ان المدير ده احرجها قبل كده في امتحان عشان ما كانتش مجاوبة اي سؤال صح، وسألها سؤال تاني بالانجليزي طبعا معرفتش ترد. فبيقول لها كده ده انذار ليكي، انذار كمان، وهنقولك مش هتقدري تكملي معانا. وبيتريق على لبسها وبيمشي، وهي بتخاف جدا احسن تطرد. موجين بيدخل الحمام بيلاقي الموظفين بيقولوا ان الامتحان صعب اصلا على بتوع الجامعة، وان المدير بيعمل كده عشان يقلل عمالة لانه مش هيقدر يطرد الناس كده وخلاص. بيخرج يستنى مامته وبيشربها قهوة بالفانيليا عشان ما دقتش الحاجات دي قبل كده. فبتقوله ان ميجو كانت بتخرجها وبتشربها حاجات حلوة عشان عارفة انه مش هيخرج مامته. فبيقول لها انت ما قلتليش ليه على الامتحانات دي قبل كده. فبتقوله محرجة، واحدة في سني تتشيك وتمتحن عشان ما تطردش، وبتحس بنغزة في صدرها كده ومش بتقدر تتنفس كويس. وبنعرف ان المدير طرد عاملة منهم قبل كده عشان سقطت كذا مرة في الامتحان، وفضلت تتحايل عليه لانها بتربي بنتها اليتيمة وكده مش هتعرف تصرف عليها، وهو ولا كأنه هنا. يونج سوك بتشوفها وبتقلق هي كمان، وبتفضل تذاكر وهي شغالة عشان بتنسى بسرعة وخايفة هي كمان أحسن تتطرد. وبيتجمعوا كلهم في أوضة الاستراحة، وبيبقى جانج غيون بيتوقع لهم ممكن يجي ايه، وفعلا بيجي في الامتحان. وبيقول لهم ان المرة الجاية ممكن يجي النشيد الوطني، وبيبقى صعب عليهم جدا بس بيشغلوه وهما بيشتغلوا. بعدها يونج سوك بتغيب كام يوم، فبتروح مامة موجين تشوفها، وصاحب البيت بيفتح لها الباب لما محدش بيفتح لها، وبيلاقوها ميتة على مكتبها وهي بتذاكر وكلبتها جنبها. هويجو بتكلمه في شغل، فبيقوم وأمه بتشرب القهوة بتاعته عشان خسارة تترمي. وبيروح المكتب وبيستنتجوا ان المدير بيعمل كده عشان مش هيقدر يفصلهم لان الحوار ده حصل قبل كده والدنيا اتقلبت ساعتها. فبيعملوا امتحانات كأنهم بيحسنوا منهم، واللي يفشل يمشي. بيروح موجين السوبر ماركت يشرب، فبيلاقي يونري جايب له جعة وبيقول له انها على حسابه لانه خلاص لقى شغل غير ده واتقبل فيه. فبيبارك له وبيقول له هعزمك على فراخ مقلية المرة الجاية. تاني يوم بيروحوا للمدير اللي بيقول لهم انها اصلا كانت كبيرة في السن وتعبانة وماتت وهي نايمة. فبيقول له لا، ماتت وهي بتذاكر، انت تعرف انها كانت مضغوطة بسبب الامتحانات.
فبيقول لهم إن العمال فرحانين بإنهم بيتعلموا في جامعتنا، فبينزلوا متضايقين وكل واحد بيروح يتكلم مع جزء من العمال وبيعرفوا منهم إن الشغل أصلا صعب ومفيش أسانسيرات في أغلب المباني ومفاصلهم باظت خالص، وبيبقوا أصلا مدينهم بدل وجبة ما يجيبش اندومي حتى من مطعم الجامعة عشان مش عايزينهم يبقوا هناك، وبيعاملوهم كأنهم أشباح. فبيتجمعوا وبيقولوا إن الاختبارات عادي مش حاجة مش قانونية يعني. فغيونيو بيقول لهم أنا لو مكانهم كنت اتعمدت أسقط فيها. فبيقول له صح، الامتحانات عادية ورفضهم حضورها برضو عادي. فبيتصلوا بجانج غيون وبيقولوا له إنهم عازمينهم كلهم على الأكل، فبيفرحوا جدا وبيتجمعوا وياكلوا مع بعض. فموجين بيقول لهم إن موت زميلتهم كان بسبب توترها من الامتحانات، فواحد يقوله إنها مفيدة والتاني يقوله إنها بتخليني مثقف، واللي بيقوله إن مفيش مكان بيدينا اللي بناخده من الجامعة. فبتقوم أمه تقول لهم إحنا مش هنضحك على بعض، الطلاب مش بيعاملونا كويس ومحدش بيقدر مجهودنا، ودلوقتي واحدة مننا ماتت، على الأقل نعرف السبب. فكلهم بيقولوا إنهم بيكرهوا الامتحانات. فغيون يو بيقول لهم حتى لو بتاخدوا فلوس فغلط انهم ينزلوكوا يوم اجازتكم. فبيقولوا له انهم مش بياخدوا حاجه اصلا. فبيقول لهم المفروض يحاسبوكوا مره ونص لان ده يوم اجازه، انتوا المفروض ترفعوا صوتكم وتقولوا مش عايزين نمتحن، احنا بشر مش اشباح. فبيروحوا يعملوا مظاهرة قدام الجامعة إنهم يبطلوا الامتحانات دي ويعتذروا. فالمدير بيقول للعمال محدش هيخسر غيركم بالمظاهرة دي وبيحاولوا يفرقوهم. فمامته بتمسك الميكروفون وبيهتفوا تاني. فموظف بيقول لهم صوروا بقى العمال دي، انتوا عايزين تطردوا صح؟ فالشرطة بتيجي تاخد موجين عشان مجمع الناس وبيتظاهروا، فما بيرضاش يروح معاهم فبيشيلوه على الاسم. موجين بيروح مركز الشرطة وبيقول له انت محامي عمال والمفروض كنت تقدم ورقة قبل الاحتجاج ب 48 ساعة على الأقل. فبيقول له ان الاحتجاج في مكان العمل عادي. فبيقول له الكلام ده بقى تقوله قدام المحكمة. هوي جو بتروح البيت وبتبقى جايبة لأختها آيس كريم، بس الأستاذة مش عاجبها الطعم، فبتقول لها أنا فيا اللي مكفيني، موجين اتقبض عليه النهاردة. فبتقول لها كنت حاسة على فكرة. فبتقول لها مش تطمني عليه الأول، وبعدين انت عمرك ما اهتمتي بيا أصلا وأنا صغيرة، هو اللي كان بيتكلم معايا وبيديني مصروف وكان بيذاكر لي. بس هقولك ايه، انتي مش هتفهمي اصلا. تاني يوم ميجو بتخرجوا من الحبس فبيستغربها جدا وبيروحوا ياكلوا مع بعض وهي بتفتكر ايام وعدته. بيخلصوا وبيجيب لها ايس كريم بطعمها المفضل وبتسأله على رسالة الشكر اللي بعتها لها، وبيطلع بعت لها رسالة لما مامته قالت له انها كانت بتخرجها، وبيقول لها انت ممكن ترجعي البيت انا ببات في المكتب عادي، وكمان هيجو متضايقة من وجودك معاه في البيت، وبقي ابعتيلي صور لبكره عشان مفتقده جدا. بنيجي بقى للعمال واللي بيبقوا قاعدين بيستريحوا في الأوضة بتاعتهم، وبيجوا الموظفين يكسروا اللوح بتاعة الاحتجاج بتاعتهم بالعافية، وبيجي موجين بيلاقيهم طاردينهم من الأوضة. وموجين بيقول لهم عشان تكملوا إضراب لازم تعملوا نقابة عمالية الأول وتتفاوضوا مع الجامعة، ولو رفضوا تحتاجوا. وفعلا بيعملوا كده وبينتخبوا جانج غيون رئيس للنقابة، وبيعملوا أول اجتماع مع الجامعة وبيرفضوا طلباتهم وبيهددوهم بالعقود بتاعتهم. فكده الجلسة الأولى فشلت. فبيروحوا بقى يعملوا احتجاج وبيعملوا خيمة في الجامعة يقعدوا فيها وبيوزعوا منشورات على الطلبة، وبتبقى الجامعة كلها زبالة لأنهم مضروبين عن العمل. فبيعملوا جلسة تاني مع المدير وبيبقى جايب لهم 3 طلاب وبيقولوا لهم إن الإضراب ده مش قانوني وإحنا اللي متأثرين، ولو موقفتوهوش هنرفع دعوى قضائية عليكم وهنطالب بتعويض كبير. فبيقولوا لهم إن العمال بس عايزين حقهم. فبيقولوا لهم إحنا ما يهمناش ده، إحنا شايفين إنكم مذنبين. فبيرجعوا العمال يقولوا للباقي على اللي حصل ويشوفوا هيكملوا ولا هيوقفوا، وبيقولوا هنوقف ونروح فين، يعني هنستخبى في الحمامات بعد كده؟ لا احنا لازم نكمل. وبيقولوا ان ال3 طلاب دول مش بيمثلوا الطلاب كلها، في طلاب كويسين كتير، وبيتفقوا ان حد منهم يكتب قصته الشخصية عشان يقدروا يوصلوا للطلاب عن طريق العاطفة، ومحدش فيهم بيبقى عايز يكتب قصته. بس يونج سوك بتنطق وبتقوله انا عايزه اكتب قصتي، وبتدخل في جسمه وبتقول انها يتيمه وانها اشتغلت حاجات كتير قبل كده بس كان احسن شغل بالنسبه لها انها عملت نظافه في الجامعه دي. بس الفتره الاخيره كانوا بيعملوا امتحانات انجليزي صعبه عشان يقيموهم بيها، وبتطلب من الطلاب انهم يفهموهم. المدير بيشوف مامة موجين في الحمام فبيهددها ان موجين هيتحبس. بيرجعوا يشوفوا المنشور اللي علقوه وبيلاقوا الطلاب كاتبين انهم مش مهتمين ووقفوا اللي بتعملوه ده، فبيزعلوا جدا وبيحبطوا وبيقولوا انهم لازم ياخدوا قرار اذا كانوا هيكملوا ولا لا. وفعلا كلهم بيروحوا
عشان بيبقى عندهم امتحان تاني يوم عشان يلحقوا يذاكروا حاجة، وبيبقى مش فاضل غير مامته بس، وهي بتبقى خايفة عليه من الحبس. وبيجوا 3 طلاب يشجعوهم وبيجيبوا لهم حاجة يشربوها، وبيقولوا لهم إن باقي الطلاب ما يعرفوش حاجة، لو عرفوا هيشجعوكوا برضه واحنا هنقول لهم. وبيفكروا إنهم ممكن يعملوا بث مباشر بكرة من الامتحان والناس تشوفه وتتفاعل معاه، بس بيقولوا إنهم مش هينفع يدخلوا عشان هم عارفينهم. فبيجي لهم فكرة إنهم يصوروا الامتحان من خلال النضارة اللي هتلبسها مامة موجي، وهما بيبقوا في قاعة قريبة عشان البث ما يقطعش، وبيوروا الناس الرسالة بتاعت الملابس الرسمية وورقة الامتحان. والطلاب بيشوفوه وبيقولوا إن الأسئلة دي صعبة جدا وإنهم نفسهم ما يعرفوش الإجابة، والمدير بيقعد يتريق عليهم عشان مش عارفين يحلوا عشان كانوا مشغولين بالاحتجاج. واحد من الموظفين بيعرف بالبث فبيقوله عليه، فالتاني بيتعفرت وبيقعد يستخبى في الأرض مش عارف مين اللي بيصوره. رئيس الجامعة بيجيله مكالمات كتير جدا فبيبعت الأمن يدوروا عليهم، فبيروحوا هما الاتنين عشان يصوروا من مدرج الامتحان. فبيستخبى ورا الموظف وبيحاول ياخد الكاميرا منه ويكسرها، فبيفتحوا بث من التليفون. والمدير بيقول لهم انا مش هعدلكم الحوار ده، انتوا بتصوروني من غير اذني. فبيقولوا له انت مش مكسوف باللي انت بتعمله في العمال ده؟ فبيقول لهم احنا ما اجبرناش حد على حاجه، الامتحانات دي بيحضروها بمزاجهم، وبعدين انا هتعامل معاكم بشكل قانوني بعد كده. فموجين بيدخل وبيقول له ان اللي بتعمله ده مش قانوني، وان الامتحان ملوش علاقه بشغلهم، وانك كده بتاذيهم نفسيا. فأم موجين بتاخد المايك تكلمه، فبيقول لها مالكيش حق تتكلمي اصلا يا اللي سبتي الورقه فاضيه. فبتقول له بما انك بتختبرنا فانت اكيد عارف اكتر مننا، تقدر تقول النشيد بتاع الجامعه؟ فبيقول لها مين اللي هيحفظ نشيد الجامعه؟ فبيقوم كل واحد من العمال يغني النشيد بتاع الجامعه. فرئيس الجامعة بيكلمه فبيتعفرت زيادة. مسؤولين كتير بيجتمعوا مع الرئيس وما بيبقاش عاجبهم اللي بيحصل ده أبدا، والطلاب بيعملوا احتجاج عشان يلغوا الامتحانات دي. الجامعة فعلا بتلغي الامتحانات دي وبتعتذر، وبيرجعوا الناس اللي اتبطلت بسبب. يونج سوك بتشكر موجين على كل اللي عمله عشان وإنها استريحت، فبيقول لها ما تقلقيش، كمان احنا هنخلي بالنا من كونج جي. فبتقول له أنا عايزة أقول لك حاجة، هي اسمها باتشيا مش كونج جي. وبتشكره وبتمشي في سلام، وأمه بتشوفه بيكلم نفسه فبتقوله ما تكلمش نفسك تاني، باين عليك انك مجنون. فبيرجعوا الأوضة وبتبقى السيدة بارك اللي اتطردت رجعت تاني، فبيحتفلوا بيها وبيروحوا البيت ياكلوا هناك. ومامة موجين بتزعق مع جوزها انه شك فيها فبعت ابنها وراها، وبينادوا على كونج جي فما بيتردش، فبيناديها موجين بباتشيا فبتيجي، وبيضحكوا انهم ما كانوش عارفين اسمها، وبيودعها وبيمشي. فون جو بتقول له الحقنا جالنا تسمم احنا في المستشفى. فبيروح لهم بس بيلاقي يونجي هناك، وبيبقى مش عارف هو في المستشفى ليه، وبيبص في المراية وبيطلع انه شبح. وهما داخلين بيونجي اوضه العمليات واخته بتبقى معاه، فموجين بيكلمها وبيعرف ان اغمى عليه في الشغل بسبب الجفاف الشديد، فبيقول لها تعينه محامي ليه عشان يجيب له حقه، بس هي بتقلق بسبب المصاريف. فبيقول لها من غير مصاريف طبعا ده صاحبي. فبتفرح جدا. بيروح يشوف الاساتذه اللي جالهم تسمم غذائي، طلعوا كانوا بيعملوا اعلان وجالهم تسمم، فبيسالوه انت اتاخرت ليه؟ فبيقول لهم على يونجي وإنه جاله غيبوبة، وبيدوروا ورا الشركة اللي هو كان مقدم فيها واتقبل، وبيطلع إنهم بعد ما قبلوا الناس رفضوهم. فبيروح يشتغل في مكان تاني لحد ما يلاقي شغل، فبيصعب عليهم وبيقرروا يساعدوه. فبيروحوا الشركة اللي كان شغال فيها وبيقابلوا واحد من اللي شغالين معاه، وبيطلعوا شغالين في موقف عربيات بيجمعوا عربيات التسوق تاني ويرجعوها. والشغل بيبقى صعب لأنهم بيزق حوالي 20 عربية وكل واحدة 20 كيلو، فكده تقريبا بيزقوا 400 كيلو. والجو حر جدا والمفروض إن ليهم استراحة ربع ساعة كل 3 ساعات، بس مش بياخدوها عشان الاستراحة بعيد وهيتأخروا. بتيجي المديرة وبتشوفهم مع بعض، فموجين بيكلمها وبيروحوا يتكلموا في المكتب، فبتقول لهم إن حالات الجفاف منتشرة في الصيف عادي، وبعدين ده شغل يقدر يشتغلوا أي حد في الأربعينات أو الخمسينات حتى. فطبعا مش بيعجبهم الكلام وبيقولوا لها عايزين نشوف الكاميرات، فبترفض لأن الشركة اللي ماسكينها أجانب فلازم يوافقوا الأول. بنيجي ليونجي واللي بيفتكر لما كان بيحتفل مع ابن أخته بعيد ميلاده، وكان جايب له حصالة عشان يحوش فيها ويديها له في عيد ميلاده. فموجين بيتكلم مع أخت يونجي وبنعرف إنها قلقانة أحسن ما يفوق وبتبقى مضغوطة. فيونجي بيقول إن الأحسن إنه يموت، وحتى لو فاق فهيبقى مديون بفواتير المستشفى والكارت بتاع الطلبة اللي واخده، وإنه كده كده كان بيفكر دايما إنه لو نام وما قامش هيبقى أحسن له من العيشة دي. فموجين بيحاول يقنعه يرجع بس بيفشل، وحالة شونجي بتتدهور، بس بيعمل عملية وبيبقى كويس. وغيونيو بيبقى بعت رسالة لمكتب الشركة الأساسي بس محدش بيرد، فبيتصل بيهم وهما بيحولوا البريد الصوتي. وموجين بيبقى عايز يقنع يونجي يعيش،
بس مش بيبقى لاقيه، فبيقولوا له طب ما تسأل الجنرال عليه، فبيقول لهم انه مش بيظهر لما بيكون عندي استفسارات. فهونجو بتقول لهم عندي فكرة وبتلعبهم ويجا تقريبا، فبيفشلوا طبعا. فبتقول له هو بيظهر لما بتبقى قربت من الموت وبتبقى عايزة تكهربه بس بتقول حرام، فبيروحوا ماسكينه هما الاتنين خانقينه، فبيغمى عليه وبيلاقي نفسه بين رجل جنرال. فبيسأله ازاي يساعد يونجي، فبيقوله انا ما بساعدش احياء. فبيقوله انا كل ما اجي اكلمه بيختفي. فبيقوله يمكن في اماكن هو عايز يروحها مثلا، وبيرجعه تاني. بيفوق بيلاقيهم كانوا لسه هيضربوه. فبيقول لهم هو قال لي انتوا تقدروا تساعدوه من غيري. فبيروح غيونيو يشتغل في الشركة دي ويصور نفسه هناك، وضغطه بيعلى وضربات قلبه بتزيد من الحبة الصغيرين اللي اشتغلوا. وبيدوا زميله مشروب عشان الحرب بس بيرفض عشان ما يحتاجش يدخل الحمام. وبيقول لهم ان الشركة اهتمت بيهم شوية بعد ما المحامي كلمهم، بس رجعوا تاني زي الاول. وبينزلوا الفيديو وهما بيقولوا ان في عامل في العشرينات انهار وجاله جفاف ولسه في المستشفى من المسافات والجهد المبذول ودرجة الحرارة العالية دي، وان الاستراحة بتبقى 15 دقيقة وهما مش بياخدوها، وكمان المية بعيدة عنهم جدا. المهم بيرفعوا الفيديو وتاني يوم بيلاقوا تعليقات غريبة جدا من الناس، اللي يقول ما يشرب مية، واللي يقول شباب اليومين دول متدلعين او عنده مشكلة صحية وهكذا. فبيروح موجين يسأل اخته عن الفحص اللي لسه عامله. فبيروحوا السكن اللي واخده وبيدوروا هناك. فموجين بيشوف صورة للمحيط في اوضته مكتوب تحتها حياة أفضل، وبيلاقوا الفحص الطبي وبيبقى كويس ومفيهوش حاجة. بيروحوا المكتب وبيشوفوا واحد معلق على الفيديو كاتب إنه يعرف يونجي وإنه شخص كويس وشاطر جدا في شغله. تاني يوم موجين بيقدم ورقة تعويض العمال، والرئيس التنفيذي بيرد على رسالة غيونيو وبيقول له إنه هيدفع مصاريف المستشفى كاملة وهيقدم لهم الدعم الكامل. فموجين بيروح يقول لأخته بسرعة، وبيروحوا مع يونشين يشوفوا خالد وبيديله لعبته عشان اكيد ملان وبيمشوا. وبيبقى يونجي اصلا جاي يودعه. فموجين بيقول له وعدك لابن اختك انك هتوديه الملاهي، واختك اللي قلقانه عليك دي وبتفضل سهرانه جنبك. وبيقول له تعالى ورايا عايزك في مشوار، وبياخده في عربيه حمراء جميله جدا سقفها بيتفتح، وبيروحوا المحيط يتنططوا هناك وبيبقوا مبسوطين جدا. وبيقول له فاكر عزومه الفراخ على النار، انا بوفي بوعدي دايما، انت بس قوم. وبيحاول يقنعه يقوم ويذاكر ويبقى محامي عمال وهو يشغله معاه. اخته في المستشفى بتوريه تعليقات الناس اللي بتدعي له وعايزاه يقوم، وبيتكلموا عن يون جي في التلفزيون، وواحد من المشاهير بيشارك الفيديو بتاعه فناس كتير جدا بتشوفه. ويون جي بيرجع لوعيه واخته بتفرح جدا. بعد شهر هوي جو وغيون يو بيخرجوا مع بعض، فهي بتقوله خلينا ننهي علاقتنا دي، فبيتصدم وهي بتقوله ويبقى النهارده اول يوم لينا كثنائي. انت ابهرتني الصراحه لما كنت بتزق العربيات وانت بتتكلم انجليزي حلو، ولما حطيت فلوس في حصايه يوتشيل فبيحضنها وبيبقى فرحان جدا وبيتنطط. بيقابلوا يونجي وموجين وبيبقى عازمهم على فراخ وبيشربوا نف، فالتانيين بيعملوا نف وهم عاكسين ايديهم، فبيعرفوا انهم بدأوا يتوعدوا وبيفضلوا يعملوا قلوب كتير وهما بيلفوا الناحيه التانيه ويسيبوهم. يونجي بيقول لموجين هتدفع لي قد ايه لما اشتغل معاك؟ فبيضحك وبيقول له مش كل الناس اصلا زيي تقدر تعدي الامتحان في سنة. وبيفضلوا يضحكوا ويتكلموا مع بعض وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.